يا مساء الفل. وصفتنا النهارده حلوة جدًا، موفّرة جدًا. عايزة أقول لكم الأسعار بقت بجد غالية نار، الموضوع بقى over أوي. تعالوا نشوف النهارده هنعمل إيه. رُحت أجيب كيلو طحينة، لقيت الكيلو عامل 120 جنيه. طب وعلى إيه؟ قُلت للراجل خلاص مش عايزة، ادّيني ربع سمسم. الربع سمسم يا جماعة طلع معايا زي ما أنتم شايفين كده، بُصّوا أنا خدت كوباية واتفضل معايا زي ما أنتم شايفين كده كوباية كمان، تمام؟ جبت كده كوباية من السمسم وكمان كوباية زيها من الدقيق، تمام كده زي ما أنا قُلت لكم. آآ أنا جبت ربع كيلو من السمسم ب30 جنيه، أخدت منه كوباية واحدة بس واتفضل عندي زي كوباية كمان وأكتر شوية، فأنا عملت نُص الكمية. أنا باعمل معاكِ نُص الكمية علشان لو أنتِ بتجربي وصفة لأول مرة اعملي على كمية صغيرة، عجبتِك ابقي اعملي في كمية أكبر. طيب هنا أنا حطيت السمسم والدقيق على بعض في طاسة، في مقلاية، في صينية، في أي حاجة، وحطيتهم كده زي ما أنتم شايفين على النار. أنا محتاجة بس إن أنا أسخّنهم، إن أنا جايبة السمسم متحمّص، لكن الدقيق مش متحمّص، فأنا قلّبتهم على بعض وهاسخّنهم بس مجرد تسخينة على النار. طبعًا أنا باحطهم على النار، النار هنا هتحاول تشيل لي أي رطوبة موجودة في الدقيق وأي رطوبة كمان موجودة في السمسم، بالإضافة إلى إن حاجة كمان، وده سر من أسرار المصانع اللي بيعملوه. الدقيق هنا من فايدته إن هو بيتحمّص يا جماعة مع السمسم، السمسم كُلّه زيوت، صح كده؟ بمجرد ما هيتحط على النار، السخونية هتخلّي السمسم يطلّع كل الزيوت اللي فيه، وهيمتصّها إيه، هيمتصّها الدقيق. الدقيق اللي بيتحمّص مع السمسم هيمتص كل الزيوت اللي هتخرج من السمسم. وبالتالي الدقيق هنا هياخد معايا من طعم السمسم، وده اللي هيخلّيه التكاية دي هي اللي هتخلّي الدقيق مش باين أبدًا في الطحينة. عايزة أقول لكم إن دي طريقة من طرق المصانع، المصانع بتعملها كده على وأنتِ بتاكلي الطحينة ما بتحسّيش أبدًا بتاعة المصانع إن هي فيها دقيق، وما بتحسّيش بطعم الدقيق، ليه؟ لإن هُم بيعملوا التكاية دي، تمام كده؟ هاحمّص بقى سوري آسفة مش هاحمّص، أنا هاسخّن بس يا دوبك الدقيق مع السمسم. حد هيقول لي هنا ليه ما حمصتش الدقيق لوحده وسمسم لوحده، عشان انا زي ما قلت لكم من شويه وفهمتها لكم. طيب هنا فضيته كده بقى في حاجه تانية، في طبق، في اي صينيه تانية، علشان خاطر مش عايزاه ياخد من الحراره بتاعه المقلايه او الصينيه اللي انا كنت بسخن فيها، تمام كده. فهسيبه كده لمجرد ان هو بس يهدى شويه، انا مش عايزاه يبرد ولا حاجه، انا عايزاه يهدى شويه. بعد كده هبتدي اجيب المطحنه بتاعتي بتاعه البهارات اللي احنا بنطحن فيها البهار او بنطحن فيها السمسم، وهابتدي أطحن معايا زي ما أنتم شايفين كده السمسم مع الدقيق. برضو إضافة الدقيق هنا هتفيدني في حاجة، إن هي هتخلي السمسم معايا ناعم جدا، هيبقى عامل شبه البودر بالظبط. بصوا كده معايا، بصوا شايفين زي البودر بالظبط، مش متكتل، مش معجن، مش ماسك في بعضه، مش لازق، مش أي حاجة خالص. وده برضو فايدة من فوائد الدقيق اللي محطوطة مع السمسم. ادي كده بنكمل الجزء التاني. وهنا بقى لو لسه مكملة معايا في الفيديو لغاية دلوقتي، يا ريت بقى نحط لايك للفيديو لو عجبكم. ما تنسوش كومنت حلو كده زيكم بيفرحني كتير جدا. ولو لسه أول مرة بتشوفي قناتي، أنا شيري ودي قناتي، أتمنى إن انت تدخلي وتشرفيني كده وتدخلي تاخدي جولة في القناة، بجد هتلاقي حاجات كتير وهتستفادي منها كتير. طيب تعالوا كده نشوف هنعمل ايه. معايا كمان كوباية من الزيت، نفس الكوباية اللي أنا عايرت بيها الدقيق والسمسم. هانزل كده بنص كوباية بس من الزيت، وهبتدي انزل بجزء من اللي هو ايه بقى البودر اللي احنا طبعا طحناه له والسمسم مع الدقيق، وهبتدي احطهم كده في الخلاط. طبعا زي ما انتم شايفين كده الموضوع سهل جدا، والخلاط ماشي اهوت بسم الله ما شاء الله معانا، ولا يعني الموضوع مش تقيل، مش اي حاجة. جزء جزء كده بضيفه وانا شغالة، وهو مشغلة الخلاط بتاعي، وببدأ اضيف جزء جزء، بزود شوية من البودر بتاعي وشوية من الزيت. دي ذرة ملح يعني أنا ضفتها كده، بس هي ملهاش أي لازمة، يعني انت ممكن ما تضيفهاش خالص يعني. أنا قلت بس عشان تعادل الطعم، تمام، لكن هي ملهاش أي لازمة خالص في موضوع الطحينة يعني. تمام. بصوا كده القوام، بصوا القوام بتاعها بسم الله ما شاء الله. عفوا. عملت معايا قد ايه؟ زي ما انتم شايفين كده، انا حطيت هنا في كوب معياري عشان اقدر اعرف هي طلعت لي قد ايه بدل ما احطها على الميزان. طلعت معايا بالظبط 600 جرام، 600 جرام يا جماعة.
يعني انا لو كنت بشتريها من الراجل كنت هدفع 600 جرام، يعني اكتر من النص كيلو كمان، كنت هدفع مثلا 60 جنيه او 70 جنيه. انا الموضوع كله كلفني كام؟ جبت زي ما قلت لكم السمسم ب 30 جنيه، اخدت نصه بس، يعني كلفتني 15 جنيه، واخدت شويه زيت من البيت وشويه دقيق، يعني تقريبا التكلفه ما كملتش ال 30 جنيه. تمام كده، ما كملتش ال 30 جنيه وادتني نص كيلو، اذا ان انا لو عملت ربع كيلو كان هيديني كيلو. تمام، لو عملت ربع كيلو السمسم كان هيديني كيلو طحينه. تمام كده، هنا انا وفرت ولا ما وفرتش؟ وفرت. هنا بقى جات لي فكره تانية، يعني جت قدامي بالصدفه، لقيت ازازه الميه دي فاضيه قدامي، فقمت قلت افضي فيها الطحينه. ازايز الميه دي حلوه، ما بتاخدش مكان يعني، وفي نفس الوقت انا عشان كنت هعمل بيها يعني وصفه تانية هنشوفها مع بعض برضو، فحبيت ان انا افضيها في الازازه، ولقيت ان استخدامها سهل قوي، يعني بمجرد ان انت هترجيها رجه كده وتاخدي منها شويه، الموضوع سهل جدا، بصوا زي ما انتم شايفين. فطبعا انت عبيها في برطمانات، عبيها في ازايز زي ما يعجبك يعني، بس انا هنا حطيتها في ازازه لان زي ما بقول لكم كنت هعمل وصفه تانية. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، جربوها وبالف هنا وشفا.